السلام عليكم. انا تنوجه النداء ديالي لصاحب الجلاله ولوزاره التعليم، خاصه لوزير التعليم لهذا الشيء اللي كداروا فينا. راه حشومه على كتاعه الوزير، ولادنا راه ضايعين، راهم كيتشربوا في الزنقه. واش حنا اسر فقيره يلاه كنضربوا مع الماكله والشراب؟ اذا بينا كنتفاجئوا بان ولادنا العام كامل ما تيقراوش، دابا راه شهرين ولا 3 شهور وهما ما تيقراوش، وعندنا دابا فتره الامتحانات، يعني السلاسل من الخشاع عندهم امتحانات وهما ما قارين حتى شي حرف باش غيدوزوا الامتحان. وهذا الشيء راه ماشي عدل. واش نتوما ولادكم كتقراو في البريفي؟ ولادنا حنا كيضيعوا، راه حشومه، راه حنا ما قريناش، عندنا امل في ولادنا يقراو، راه بغينا نشوفوا ولادنا في احسن مستوى، احسن منا، بغينا نشوفوا ولادنا قارين يحققوا لنا الامنيه ديالنا. راه حشومه. واش حنا كنعيشوا هشاشه في الاقتصاد ونعيشوا هشاشه في التعليم؟ هاد الدري الا ما قراش شنو غيدير؟ غيمشي يشفر. الدريه ما قراش شنو غدير؟ غتبدا عاره. راه حشومه هذا الشيء. راه حنا بغينا نحسنوا الوضعيه ديال الطفل. التعليم هو الاساس في المجتمع. الا عندك ولد معلم وقاري راه احسن من ولد ما قاري حتى حاجه خارج يدور في الزنقه. راه حشومه. وكنسمعوا بان التعليم من القدام غيولي يدخل الخواص، وحنا اسر فقيره راه ما قادينش لهاد الخواص. حنا كنقولوا لوزير التعليم يفك لنا هاد المشاكل. حنا راه ما عندنا لا نقل جميل كامهات واباء، حنا مضرورين. حنا بغينا نشوفوا هاد الناس اللي بغى يقري مرحبا، واللي ما بغاش يقري ندخلوا اطر جديده. كاين الناس متخصصه ندير الاضراب تاعو قدام في البرلمان، كاينين ناس قاريه باغا هاد المراكز اللي ما باغيناش هاد الناس. واش حنا نبقاو نستنوا في هاد الناس تحل مشاكلها؟ والسلام عليكم وشكرا. واخا لاله شنو يمكن لك تقول لنا على القضيه ديال هاد البوقه دي؟ واش كيعزلوا كل نهار قسام ولا؟ حنا عندنا كل اسبوع يتخاد السادسه كتقرا السادسه، الاقسام الاخرى تتخرج كياخذوا واحد القسم باش كيجي كطعم كيسكتوا به، راه بداو به وصافي. كاين اللي ولا ما قراش كاع، يعني من الاول حتى الخامس يقدر يقرا مره واحده في الاسبوع؟ يقرا مره واحده في الاسبوع او 2 مرات، كيقرا الاثنين ويقرا الجمعه ويقرا السبت، بدايه الاسبوع ونهايه الاسبوع. عاوتاني حيدوا بدايه الاسبوع تيقراو حتى نهايه الاسبوع. ما كاين لا قرايه لا والو، الدراري ما شادين حتى حاجه، هذوك اللي يشدوه طلقوهم دراري تينقزوها في الزناقه تيلعبوا ما بقاوش يقراو. حنا اسر فقيره ما عندناش باش نقريو هاد الدراري، ما عندناش باش نديروا لهم المراجعات. حنا ما قريناش بغينا ولادنا يقراو، حنا ما بغينا حتى حاجه، بغينا ولادنا يقراو. الامتحانات دابا شنو وغيديروا الامتحانات هاد السيمانه، خاص يكون عندهم امتحانات، يعني عندنا نهار 4 شهر 12 كاين العطله. الدراري شنو غيدوزوا الامتحانات؟ ما قاريين حتى حاجه، شنو غيدوزوا هاد الامتحانات؟ ما كاين ما غيدوزوا. بالنسبه كان المستوى الاول اللي يلاه داخل ماشي والو، الباك السادسه عاد خلي التلاميذ دابا اللي طالعين. بالنسبه لي انا ولدي القرن الثالث، يعني خاصو يشد الفرنسيه ماشي حتى حاجه، حتى ديك العربيه يشدها مساها. حنا راه واش راه هاد الفقراء راه كلاو الدار. واش حيدوا لهم؟ كان اللي عنده البراكه حيدوا ليه البراكه، طلعوا بالمعيشه، حيدوا التعليم، حيدوا الرامد، شنو راه بقاو عايشين. اختصار هادشي كله في كلمات. حنا يا وليداتنا كيموتوا كل نهار كيموتوا، لان ولينا بحال الاطفال ديال فلسطين. اسرائيل كتقصف الاطفال ديال فلسطين بالقرطاس وبالاسلحه والصواريخ، الحكومه ديال اخنوش كتقصف وليداتنا بالظلم وبالجهل وعدم التعلم. وهذا نداء لصاحب الجلاله. القضيه راه حماقت بزاف، خاص تدخل فوري في هادشي، خاص تدخل فوري، لان هادشي راه لا يعقل. ان وليداتنا من بعد العطله جلسوا 3 شهور وما جالسين، شهرين وما جالسين. هادشي راه لا يعقل. كي غيدير هاد الولدين العقل ديالو الذكاء ديالو، يعني حنا كنعاونوهم في الرجاعه، كنعاونوهم في الدار، كنديروا لهم الدعم، ولكن هادشي راه ما كافيش. حنا ما عرفناش كيفاش غندخلوا الدروس، كيفاش غنخرجوا من الدار. حنا كنرجعوا معاهم يعني داكشي بصفه عامه عشوائي، حنا ما عارفينش البروغرام ديالو. يعني هادشي راه خص التدخل ديال السلطات العليا عاجلا وليس اجلا. هادشي راه صاحب الجلاله الله يدخل عاجلا وليس اجلا. انتم كأمهات واولياء التلاميذ يعني كيفاش كتشوفوا هذا الوضع انتم؟ يعني هذا الوضع مزري جدا، هذا الوضع مزري جدا. هادشي غادي بينا الانحراف لوليداتنا، لان حنا كنحاربوا الانحراف. حنا دوله اسلاميه، حنا عندنا الامن في البلاد، هادشي اللي تيقولوا، ولكن فين هو الامن؟ حنا غادي هادشي بينا الانحراف ديال وليداتنا، غيخرجوا للشوارع. راه خارجين هذوك تيخرجوا الدري من النهار ما كيصبح كيفطر تيقول لك دابا راه ماما راه العطله، دابا راه ما كايناش الصحراء نخرج نلعب. يعني فين هو التعليم؟ فين
مستوى التعليم. وليتو ما عارفينش وقتاش القرايه وقتاش العطله، ما بقيتوش عارفين. ما بقيناش عارفين هادشي لصقوا مع العطله. دابا حنا باقي مستمرين في العطله، ما عندنا دابا لا قرايه لا والو، دابا باقي مستمرين في العطله. الولد كيصبح ناعس مع راسو، كينوض في الدار تيقول لي ماما نخرج نلعب، يعني راه باقي عنده العطله، باقي ما ماش حتى حاجه في هذا العام في العقل ديالو والو ما كاينش. الرساله ديالك للمسؤولين ولا على راسهم ولا في التعليم؟ المسؤولين راه باين واش انا غادي انا يعني من الطبقه الفقيره غادي نقول للطبقه الغنيه شنو غدير؟ راه هما خصهم يقولوا لنا النصائح. انا ما يمكنليش ندير نصيحه للوزير النقود، راه هو اللي خصو يدفع بينا القدام، راه ماشي حنا خصنا نعطيو النصائح، هو خصو يعطينا النصائح. بس اش غنقول ليه؟ اش غنقول ليه؟ راه كلشي باين، هو خصهم يدخلوا في هذا الشيء، راه يعني الامر راه خصهم يدخلوا في اقرب الاجل. يعني كنشوفوا الامور غادا لسنه بيضاء. شي سنه بيضاء هذه راه فوق، هذا راه بعدا اللون الابيض، راه اللون ديال السلام والسلم، راه هذه راه سنه سوداء، هذه سنه سوداء، سنه بيضاء راه بزاف، اليوم باش تكون سنه بيضاء، اللون الابيض ديال السلم والسلام. تقراو مره في الاسبوع. السلام عليكم. الله يرحم الوالدين، ماشي اول مره دابا هذه اللي كنجيبوا ولادنا وكيقولوا لنا في الميكرو كنسيروا حتى من حتى نهار السبت حتى نهار الاثنين، راه بزاف ولادنا راه ما غيقراو والو وبقى تعليم ولادنا ما بقى تعليم الدراري كما كتسمعوهم فرحانين ناشطين. حنا دابا كنشوفوا الفرحه ديال التلاميذ اللي عيطوا لهم يقراو. ويلي شي هاد المساكين دابا الدراري ولا تيسمعوا تيولفوا في الباص ما كايناش القراءه، ولفوها عاد كيسمعوا فرحانين. هادشي راه ماشي معقول، الله يرحم الوالدين يديروا لنا شي حل، الله يسهل عليكم يديروا معنا شي حل، حشومه هاد الوليدات الشباب ديال المستقبل راه غايبين، الله يرحم بها الوالدين. هادي واخا ولدك شحال كيقرا مره في الاسبوع؟ ما قرا والو ديالي والو. حنا على الابواب ديال الامتحانات العام اختي كتقراو كيفاش مره في الاسبوع، مره في الاسبوع. كي غيطلع هاد الشباب كي غيطلع حشومه شي راه عيب وعار، الله يرحم بها الوالدين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.